السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم معنا خوتي في هذا الفيديو الجديد ديال المنتخب الوطني المغربي والمقابلة الأولى للمنتخب الوطني المغربي في كأس إفريقيا للأمم. خصنا واحد الخط وسط ميدان يكون جد متماسك بطبيعة الحال، لأنها مقابلة كتبقى مقابلة جد مهمة، هي المقابلة الأولى في كأس إفريقيا بطبيعة الحال. هذه المقابلة كتكون مهمة جدا لأنه لا ديتي نقاط فيها غتبقى في المنافسة بطبيعة الحال. فينا عارفين جوج منتخبات كيتأهلوا من كل مجموعة، وعندك أحسن من الأربعة، من أحسن ثالثين من أصل ستة ديال المجموعة. جميع الحظوظ إلا ديتي 3 نقاط كتأهل بواحد النسبة ديال 80 حتى 80% نقولوا تأهل. بداو في خط وسط الميدان ديال المنتخب الوطني اللي يقدر يكون مؤثر في هذا اللقاء. رقم واحد سفيان أمرابط لاعب مانشستر يونايتد، حنا عارفين القوه مانشستر يونايتد في انجلترا، لاعب قوي، خاصه سفيان امرابط لاعب مقاتل صراحه، قيمه كبيره صراحه. سفيان امرابط حتى عمران لوزه لاعب كذلك البطوله الانجليزيه القسم الوطني الاول، من اللاعبين اللي باقي ما بينوش ديك شي حاجه كبيره في المنتخب باش نكونوا نيشان. ما شاركش معنا في كاس العالم بسبب الاصابه، ولكن باقي ما بينش ديك الامكانيات الكبيره صراحه داخل المنتخب الوطني. واللاعب رقم 3 ممكن اللي ما عمره لعب في المنتخب هو عبد الله حمود، 21 عام، لاعب الوداد البيضاوي اللي كيعرفوا الكوتش وليد ركراكي تمام المعرفه بطبيعه الحال، لانه كان اشتغل معاه في فريق الوداد البيضاوي لمده سنه، كيعرف موسم، كيعرف الامكانيات ديالو كامله مكموله. هادشي اللي كاين. شكرا والى اللقاء.